في الفيديو ده هديك 7 نصائح لو انت مبتدئ على اليوتيوب، وهم اللي هيفيدوك وهم اللي هيعلوا الريتش على قناتك. فلازم تسمع السبع نصائح دول للاخر عشان خاطر الفيديوهات بتاعتك تضرب، وعشان خاطر تقدر تعمل فيديوهات وتتشاف وتظهر عند الناس. تمام، يلا بينا عشان ما نطولش عليكم. ما تنساش تعمل لايك واشتراك، ويلا بينا نبدا باول حاجه وهي الاستمراريه في نشر الفيديوهات. لازم يا عزيزي المشاهد انك تنزل فيديوهات كتير بحيث ان الناس تشوف. ما تافورش قوي في تنزيل الفيديوهات، عشان خاطر انت مثلا ممكن تنزل لك 3 فيديوهات او 4 فيديوهات او 5 فيديوهات في اليوم. يعني انت معاك ما تنزلش اكتر من 5 فيديوهات، ويكونوا كل ما بين فيديو وفيديو كام ساعة، بحيث الفيديو بتاعك يقدر يتشاف. لو انت عايز هتنزل فيديوهات كتير وهتستمر، تمام، لازم انك تستمر. شوف انت مثلا هتحدد لنفسك رينج ايه، تمام، تبدأ تشتغل عليه. تحدد لنفسك انك كل يوم هتنزل في نفس المستوى ده. تمام. خلصنا من اول حاجه. تاني حاجه هي المونتاج. لازم المونتاج بتاعك في الفيديوهات يكون حلو. او انت بتتكلم بسرعه زي حالاتي كده، فمش لازم المونتاج، ممكن تحط الافكتات بتاعتك، بس انا مش حاططها عشان انا عايز اعمل فيديو سريع عشان خاطر انزله. تمام، وبعتذر على صوت الدوشه اللي بره ده. تمام، ونخشوا على تالت حاجه هي الصوره المصغره. تمام، لازم انك تظبط الصوره المصغره اللي هي اللي بتجذب ليك الناس. تمام، اللي انت مثلا ممكن حد يشوف صوره مصغره عجبته. تمام، يعني انت مثلا ممكن تقول كلام مفيد، كلام بتاع كده، بس الصوره المصغره هي اللي هتجيب لك المشاهد. والعنوان هو اللي بينتقلنا على رابع حاجه. تمام، نكتبه العنوان. لازم العنوان بتاعك يكون مجذب زي الصوره المصغره، ويكونوا الاثنين مرتقبين مع بعض. يعني يكونوا الاثنين زي بعض. تمام، ما يكونوش زي بعض في الكتابه، يكونوا الاثنين زي بعض في نفس مستوى الكتابه. او لو انت مش هتكتب في صوره مصغره، فانت حاول تظبط العنوان بتاعك. تمام، وشرط انك تكتب اي كلمتين في الصوره المصغره بتاعتك. وده اللي بينتقلنا على سادس حاجه، خامس حاجه لا مؤاخذه. تمام، اللي هي الوصف. وصف الفيديو زي انت مثلا، هنديك مثال. مثلا انت بتشوف بتوع المهرجانات، تمام، بتوع المهرجانات تلاقيه كاتب كل الكلمات اللي هو قالها في الفيديو، كاتبها في الوصف. تمام، ليه؟ عشان انت مثلا بحثت على كلمة معينة، تمام، هو كاتب لك كل الكلمات. الوصف بتاعك ده كل الكلمات بتاعتك. تمام، اللي هي مثلا ممكن عايز يبحث عن حاجة معينة بس انت قلتها في الفيديو، فهو يخش يكتب في العنوان فيلاقيه. تمام، وده برضو، فانت لازم تكتب كل الكلمات اللي انت بتقولها في الفيديو زي ما انت ما بتشوف برضو في الفيديوهات بتاعتي. بس انا ما بنكتبش برضو الكلمات، انا بعمل هاشتاجات. تمام، وده اللي بينتقلنا على سابع حاجة او سادس حاجة. كم؟ سادس حاجة. تمام، اللي هي الهاشتاجات. تمام، لازم تحط هاشتاجات من نفس المحتوى بتاعك. انك مثلا انت مش عارف تعمل هاشتاجات ايه، مش عارف تعمل ايه، لا يا باشا، خش على القنوات الكبيره. تمام، وشوفهم بيحطوا هاشتاجات ايه، وخدها وحط لنفسك انت برضه هاشتاجات، واعمل هاشتاج باسم قناتك. تمام، وده اللي بنطلبنا برضه على سابع حاجه وهي الكلمات المفتاحيه. الكلمات المفتاحيه اللي هي بتتحط في الفيديو، وهنزل لكم فيديو وبعدين اللي هي ازاي تكتب الكلمات المفتاحيه، وديت اللي بتتصدر نتائج البحث. تمام، وتكتب فيها برضه نفس الكلمات بحيث انك تاخد المرتبه الاولى في البحث. تمام، فاي حد يبحث عن اي حاجه تلاقيك انت في الوش. تمام، وده اللي بيدخلنا على تامن حاجه. اشترك في قناتي واعمل لايك للفيديو بس، عشان عايزين نوصل ل 3000 اخ واخت، وكده نكون عطيت لكم 8 نصائح او 7 نصائح للمبتدئين. تمام، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعملوا لايك واشتراك في الفيديو عشان عايزين نوصل ل 3000 اخ واخت. وبس كده، نشوفكم في حلقات جديده. كان معكم عبد الله صلاح، مراجع قنوات اليوتيوب، وباذن الله هنبقى نفتحوا لايفات بس لما الريتش معانا يعلى. وفي فيديوهات برضه تحت في الوصف عايزكم تخشوها، او خش على قناتي باذن الله هتستفيد 100%. تمام، سلام.